هنتكلم في الفيديو ده عن توتور بوكينج، الكتب التعليمية. أنا عندي جزئين في الكتب التعليمية، إن أنا بضيف السبجكت المادة التعليمية عن طريق add new subject. فأنا بدخل العنوان بتاعت المادة وأدوس submit، المادة بتتحفظ معايا. أقدر إن أنا أتحكم في المادة عن طريق الأكشن، إن هو الإيديت أو disactive أو delete. وهنا بيظهر اسم المادة والستاتس بتاعتها والأكشن اللي إحنا بنقدر نعملها عليها. تاني حاجة عندي السبجكت كاتيجوري. السبجكت كاتيجوري هنا هي الفئة التعليمية. بضيف هنا اسم السبجكت كاتيجوري، وبعد كده بدوس سبميت فتضاف معايا. ونفترض ان احنا هنقول سب ادمن على سبيل المثال. سبميت. انا ضفت هنا كده السبجكت كاتيجوري. اقدر ان انا اتحكم فيها عن طريق ان انا اعمل لها دي اكتيف او edit او delete.